السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من الله تعالى أن يكون الجميع في أحسن حال. من فضل الله رب العالمين. ذكرنا أن الفاتحة فيها أخطاء شائعة بيقع فيها كثير من الناس، الكبير والصغير، الرجالة والستات. فربنا يعيننا إن شاء الله أن احنا نبين الأخطاء دي، ونرجو من الله سبحانه وتعالى برضو أن هو ييسر للي يسمعها أن هو يحاول يتجنبها. احنا بنقول الفاتحة ركن في الصلاة، واحنا عايزين نوصل بإذن الله لأكمل صورة ممكن أن تقرأ بها الفاتحة. عايز تقرأ الفاتحة في أكمل صورة، تقراها زي مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أفضل من قرأ الفاتحة، أفضل من عبد الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام من أفصح الألسنة عليه الصلاة والسلام، فكان يقرأ الفاتحة في أكمل صورة. إزاي بقى كان بيقرأها؟ قلنا هنحاول نبين الأخطاء اللي الشائعة اللي كتير من الناس وإحنا كمان بنقع فيها، علشان نتجنبها وما نكررهاش تاني. ويا رب نرجو من الله عز وجل ان هو يرزقنا ان احنا نعبر ونجتاز الفاتحة وهي مقبولة كركن تمت عبادة الله عز وجل بها صحيحة. 6 أخطاء في 6 حروف في الفاتحة. بينا من فضل الله حرف الذال، وقلنا نتجنب ان احنا ننطقه زي ما اتكلمنا في المقطع اللي فات. النهاردة ان شاء الله يبقى كده فاضل 5 حروف، نتكلم على 3 حروف. ليه؟ لأنهم في كلمة واحدة. يقول الله سبحانه وتعالى في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. مش المص. سمعتها قبل كده؟ انت شخصيا ممكن تكون بتقولها كده، ممكن وانت مش واخد بالك طبعا يعني. فاحنا بنحاول نبين المسألة علشان ما نكررهاش تاني بإذن الله. لا تقل المص وكأن السين تم إقلابها أو تميل إلى الصاد. لا تميلها إلى الصاد. السين سين والصاد صاد. المس مش المص. المس مش المص. لأن انت لو قلبت السين صاد هتلاقي غصب عنك ممكن تقلب التاء اللي بعدها طاء. شفت الإشكاليات اللي انت عمال تغرز فيها كل شوية يعني.